السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التقضيه مع ذكر الاثمنه. قبل ما ندوزو الفيديو ديالنا كيف العاده ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبالنسبه للشهر اللي فات ما شاركش معكم التقضيه لان كان جات مع عطله وكانوا عندي الضياف، فما صلحش ليا نصور ولا حتى ندير المونتاج، فكنعتذر. هذا الشهر عاد كتاب وغادي نحط لكم هذا الفيديو هذا. وبالنسبه للاثمنه كنت درت واحد الخطا في الفيديو اللي قبل ديال التقضيه، كنت خلطت لكم الدرهم مع الريال، مره كنقول لكم الدرهم مره كنقول لكم الريال. فاليوم راه واخا كتب ليا هذا الهري اللي تقديت عنده دار ليا الاثمنه بالريال فحولتهم للدرهم باش ما نتلفش وما نتلفكمش وتبقاو لي على خاطركم حتى وحده ما تقلق، لان واحد الاخت قالت لي هضري بحاجه وحده يا الريال ولا الدرهم. فمرحبا بكم. ندوزو نتعرفوا على اول حاجه اللي خديت. ودائما كيف العاده كنقولها، يعني اي حاجه ما شفتوهاش عندي في الفيديو عرفوا راني عندي في الدار، يعني راني ما خديتهاش، مازال عندي ما خديتهاش. فاول حاجه هنا اللي هي الدقيق، خديت هذا ديال القرويين، راه زوين بزاف. بالنسبه للحلويات ولا لكل شيء اي حاجه راه واعر. داير 100 درهم، هذه 25 كيلو، بحالو بحال الاتقان ونفس الثمن. هنا خديت الفينو. بالنسبه للفينو داير 47 درهم اونص، يعني بلا ما نقول لكم بالريال 47 درهم اونص. هاد الفينو هذا ديال سهل سايس، المهم كيكون شويه رخيص على الماركات الاخرين وحتى زوين. خديت هنايا 5 كيلو ب47 درهم ونص. عندي هنايا الزيت، خديت هاد عافيه هذا داير 110 دراهم. الزيت داير 110 دراهم. وعندي هنايا فلوطه راه ماش كانت قادت ليا وما خديتهاش الشهر اللي فات، المهم كان سبق ليا وشاركت معكم سكيب اللي قلت لكم راه اقتصادي ويقدر يدي لكم حتى ل3 شهور بالنسبه للحويجات ونقيين. هنا خديت فلوطه 75 درهم، فيها 90 صبينه كيف ما كتشوفوا معايا وزوينه. هذه ريحتها ما مجهداش هي، حيت الناس اللي كيعانيو من الحساسيه ديال الورد وداكشي راه هذه ما مجهداش هي. وخديت جافيل 20 درهم، كنت كناخذو شي مرات ب 18 درهم، دابا خديته ب20 درهم. وهاد الخميره اللي فيها 100 حبه دايره 40 درهم. وعندي هنايا الفرماج، خديت هذا وحده ب 12 درهم لان مازال عندي، كنت خديت باكيه. وبالنسبه لهذا الشكلاط هذا دقته عاد شاركته معكم، حيت كان سبق ليا خديت واحد اخر وما عجبنيش، وهاد المره قلت حتى ندوقو عاد نشاركو معكم لانني اول مره كناخدو. خديته ب25 درهم، راه فيه 900 غرام ولكن يستاهل، فيه واحد المذاق اللي زوين. المهم صحاب نيوتيلا راه ما كنهضرش معاكم، هذا 25 درهم اقتصادي والمذاق روعه. المهم خذوه على حسابي انا، بعدا عجبني. راه الحاجه اللي ما عجبتنيش راه نقول لكم ما عجبتنيش. ومازال غادي نشارك معكم الشوكولاط اللي كنت خديته شحال هادي وما عجبنيش صراحه، ما فيه ما يتكل. فهذا زوين بزاف، انا خديته على حساب هكا الحشوات، بغيتو دهنوا شي حاجه راه زوين واقتصادي. هنا خديت السكر كيدير 6 دراهم الوحده، حيت مازال عندي السكر فهاد الشيء علاش خديت غير هاد الجوج هادو، بركه عليه يعني. خديته الشهر اللي فات ومازال عندي، فكيدير 6 دراهم الوحده. وكيف ما قلت لكم هاد الفرماج هذا راه وحده كتاخذوها ب 12 درهم، الا جيتو تاخذوا باكيه كبيره ديال 96 حبه راه ب 60 درهم، يعني كيطلع اقتصادي. انا زدت غير وحده باش ما يتسالاش ليا وصافي لانه مازال عندي. واتاي اللي قليل قليل فاش كنبدلو. هاد اتاي ديال النسمه كيكون فيه 500 غرام. دائما فيما تاخذوا حاجه كبيره راه كتكون اقتصاديه. بالنسبه للاتاي خديته ب 43 درهم. الا ما لقيتوش هو كناخذ 4011 راه نفس الثمن بحال بحال. وسنيده 10 دراهم ديال 2 كيلو. وخديت هذا باندو هذا اللي ما كنبدلوش 23 درهم. كان واحد الاخ نصحني بواحد السميه ما عقلتش واش سميتها، نوفا ولا ديك السميه، المهم تنرجع للتعاليق فما لقيتوش، لقيت غير باندو خديته. راه فيه 7 زائد 2 يعني المجموع فيه 9 ديال الحبات، حتى هو اقتصادي. يعني كيف ما قلت لكم كل ما كناخذوا حاجه كبيره كتكون اقتصاديه. المهم خديته ب 23 درهم. الزبده ليليا ديال 500 غرام 18 درهم. كاين اللي كيحسبها حتى ل 20 درهم. المهم انا خديتها ب 18 درهم هاد ليليا هادي. وهنايا خديت كسكسو داير نص كيلو ب6 دراهم، خديت غير نص كيلو لانه مازال عندي. وخديت هنايا اللوبيا اللي دايره 17 درهم، بحالها بحال العدس. اللوبيا والعدس كاملين دايرين 17 درهم. المهم راه زادوا.
وهنايا لي باد راه دايره 12 درهم للكيلو. خديت هذا النوع هذا لان مازال عندي واحد الشكل اخر في الدار. فكيف ما كنقول لكم دائما يعني كتقرب تقادى واحد الحاجه كناخذ يا اما شكل اخر يا اما الحاجه اللي غادي نكمل بها. هنا عندي الكوك خديت 250 غرام ب10 دراهم. هاد الكوك هذا راه زوين، المهم النوعيه اللي زوينه ماشي داك الناشف. 10 دراهم 250 غرام. المهم هنايا راني مشيت خديت هاد السيفن هذا بالنسبه للحلوى، ولا بغيتو دهنوا هكا شي كيك ولا شي حاجه، راه المذاق ديالو زوين، وزائد انه مخفف من السكر. وديال المشماش كيدير 10 دراهم قرعه كبيره. حتى هو كيطيح لكم اقتصاديه حتى ما تاخذوا ديك الصغيره. وهنا خديت السميده البيضاء. بالنسبه للصفراء ما خديتهاش، فخديت هاد البيضاء هذه. خديت 2 كيلو راه دايره 5 دراهم الكيلو. كاين اللي كيبيعها ب6 دراهم. بالنسبه للناس الجداد اللي عاد التحقوا بيا راه غنعاود هاد الهضره في كل فيديو كنعاودها. راه كل هري كيكمل هري. مثلا هاد الهربه عليا السميده ب5 دراهم، واحد اخر غادي يبيع لكم 6 دراهم وهي غاده. المهم شي كيكمل شي. بالنسبه للبيض خديته ب 24. هاني رجعت لكم للريال، ولكن ماشي مشكل، 24 راه معروفه. 24 ريال راه كتاخذوا بها خبزه ولا باكيطه ولا. المهم البيض راه داير 24. دابا غادي نرجع نشارك معكم الشكلاط اللي صراحه انا ما عجبنيش، وكتبقى الاذواق مختلفه. يقدر شي وحدين يعجبهم ولكن انا ما عجبنيش. وفي هذاك الفيديو كنت مازال ما دقتوش وشاركت معكم الفيديو، ما عطيتكمش رايي فيه، غير قلت لكم راني خديت هذا الشكلاط بقدا وقدا. فاليوم خديت هذا ب 25 درهم. الصراحه زوين، حتى دقته عاد شاركت معكم هذا الفيديو. ولكن هذا الحمر هذا انا شخصيا ما عجبنيش. فيه دايرين نكهه الحليب والبندق، فيه واحد الريحه مجهده. ما عرفتش، تقدر وحدين زعما اخرين تعجبهم، ولكن انا ما عجبنيش، ما نعاودش نشريه. فهذا هو الزوين في هاد الفيديوهات بحال هادو. يعني غادي نشارك معكم منتوجات اللي زوينه ومنتوجات اللي ما صالحاش. راني غنقول لكم ما صالحاش، يعني بحال هذاك الشكلاط راه ما زوينش. هذا ديال اليوم راه زوين، كيف ما قلت لكم دقته عاد شاركته معكم. وحتى نتوما خذوا غير الصغير حتى تجربوه، وديك الساعه اللي عجبكم وخذوا الكبير، وانا متاكده غادي يعجبكم هذا اللي خديت اليوم. اما هذاك الاحمر ما فيه ما يتكل صراحه. صافي هذه التقضيه ديال اليوم اللي تقديت. كيف ما شفتوا معايا خديت بعض الحوايج اللي كملت بيهم، وبعض الحوايج اللي تقاداو ليا. بالنسبه بحال جافيل وهذاك فلوطه راه قلتها في الفيديو اللي قبل، كيديو ليا انا حتى 3 شهور. حسبوا معايا الا كنتو كتصبنوا غير مره في النهار راه عندكم تما 90 تصبينه. وخصوصا المهم بالنسبه لي انا راه الحوايج ما كنحط زعما ما كنجمعش حتى كيكونوا مسخين بزاف. راك ما عارفين مع الوليدات وداكشي كيكون داكشي نقيره دغيا كدوزيهم. حيت كان جاني واحد التعليق ديال واحد الاخت قالت لي واش كدف لي في في الماكينه الصابون حتى كيدي لك 3 شهور. الصراحه ضحكاتني والله الا ضحكاني، لان بعض الناس كيهضروا بلا ما كيعرفوا، يعني كيهضروا من جهل. ما عرفاتش، ما دارش زعما دراسه بان هذاك الشيء هذاك السائل شحال كيدي، غير جات وعلقات هذيك غير بغات تبين راسها وصافي. المهم هاد فلوطه راه اقتصادي، جافيل حتى هو اقتصادي، راه كنخلطوه بالماء. راه ما غاديش انا نستهلك ديك 5 لتر كامله في شهر، راه ما يمكنش، راه مستحيل. خصوصا ان جافيل راه كيخنق وماشي صحي، واللي فيه الحساسيه راه كيخنقوا، واللي ما فيهش الحساسيه راه غادي يديرها لي. بالنسبه للناس اللي كيستهلكوا جافيل بزاف وكيخويو هكا الصيك. المهم كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ونكون ما تلفتكم حتى بشي حاجه. المهم هذا الشيء اللي خديت وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء فيديو جديد مع وصفات جديده ولا روتين ولا تقضيه جديده باذن الله. مع السلامه.